قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد الركن شرف غالب لقمان إن أبو ظبي لم تعد آمنة وإنها في مرمى الصواريخ. ودعا المتحدث باسم الحوثيين المستثمرين في دبي وأبو ظبي إلى أخذ تصريحاته على محمل الجد، وأضاف أن تصعيد الإمارات في ساحل اليمن الغربي سيقابل بتصعيد أقوى وغير متوقع. أهلا بكم. كان هذا خبر حلقتنا نناقش فيما وراءه ما مدى جدية تهديد الحوثيين باستهداف أبو ظبي ودبي، وما مدى قدرتهم على تنفيذ هذا التهديد، وما هي التأثيرات التي يمكن أن يحدثها توسيع الحرب إلى أبو ظبي، وما خياراتها في مواجهة هذا التطور. إلى المستثمرين في دبي وأبو ظبي وجه المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد الركن شرف غالب لقمان تحذيره، ودعاهم إلى أخذ تصريحاته بخصوص استهداف أبو ظبي ودبي على محمل الجد، خطوة استدعاها بحسب المتحدث باسم الحوثيين التطور الأخير في ساحل اليمن الغربي، حيث حقق الجيش الوطني اليمني بدعم إماراتي تقدما في ذلك المحور. قال الحوثيون إنهم أوقفوه واستعادوا بعض المواقع التي خرجت عن سيطرتهم من جرائه. وبغض النظر عن ربط أبو ظبي أجندة الجيش الوطني بأهدافها في اليمن من حيث دعمها لجبهة وإهمالها لأخرى لاعتبارات تخصها هي، فإن رد فعل الحوثيين على تطورات محور الحديدة تثير الكثير من التساؤلات بشأن تداعيات ما جرى هناك. تقرير زياد بركات. هل يستهدف هذا الرجل ولي عهد أبو ظبي في عاصمة بلاده؟ الحوثيون يهددون درة الاتحاد الإماراتي دبي وشقيقتها أبو ظبي، وقد كانتا جزءا من بلاد اعتبرت عنوانا للثراء والرخاء والاستقرار في المنطقة بأسرها، فلا تعادي ولا تعادى، إلى أن جاء من رأى أن ثوب أبيه ربما كان ضيقا عليه، فبدأ مشروعه الموصوف بالإمبراطوري، فخلق أعداء بدأوا يهددون لا بالرد على قوات الرجل في بلادهم وحسب، بل في عقر داره هو. إنهم الحوثيون وقد تلقوا كما يتردد ضربة مؤلمة في محافظة الحديدة، وها هم يوسعون قوسهم في الرد. سابقا فعلوها مع السعوديين فاستهدفوا مدنهم ومنشآت حيوية، وحاليا أضافوا أبو ظبي ودبي وقالوا إنهما لم تعودا آمنتين، وإنهما في مرمى الصواريخ، وإن على المستثمرين أخذ تهديداتهم على محمل الجد. لا يعرف بعد قدرة الحوثيين على تنفيذ ما يهددون به، فصواريخهم في رأي البعض تكاد تكون بدائية، وهي تفتقر للدقة في التصويب، والأهم برأي هؤلاء أنها مستهدفة بقصف التحالف بين حين وآخر. لكن ذلك بالضبط ما يخيف في تهديد الحوثيين، فعدم الدقة يعني أن أي تدمير قد يحدث لن يكون محسوبا عسكريا، وقد يطال أهدافا يظن غالبا أنها مستبعدة في حالات الحروب. الأسوأ بالنسبة للإماراتيين يتمثل في أن أبو ظبي ودبي مدينتان تقومان على الاقتصاد الخدمي، من استثمار في العقار إلى السياحة في الأسواق الراقية وتحويلات الأموال، إضافة إلى عصب تجاري يقوم على الاستيراد والتصدير بين الدول. يضاف إلى هذا وذاك أن عمارة المدينتين عمودية وليست أفقية، حيث تشتهران ببناياتهما المرتفعة جدا والمكتظة جدا بالشركات والسكان، ما يجعل أي قصف حوثي على أي أهداف فيهما أقرب إلى الكارثة التي تضر بالاقتصاد والعمران والإنسان معا. فهل يتحسب المتنفذ في أبو ظبي لذلك؟ بحسب البعض فإن الإمارات تتمتع بقوة عسكرية لا يستهان بها، والأهم بترسانة سلاح من بين الأكبر والأحدث في المنطقة، وهي تستطيع تنفيذ عمليات بالغة التعقيد وواسعة المساحة خارج البلاد، لكن هامش حركتها في الداخل يظل ضيقا، فالحوثيون ليسوا جيشا، وإذا حدث وقرروا استهداف الإمارات فإن هذا يضرب رأس مالها الحقيقي باعتبارها جنة للاستثمار القائم على الأمن وحرية نقل الأموال. والحال هذه ثمة من سيفكر مرتين في الاستثمار، وذاك كاف لتخسر تلك البلاد ما هو أهم من المليارات، وهو نموذجها في المنطقة والعالم، حيث الرفاه والثروة والأمان أنست كثيرين أنها بلاد تقع في نفس الحيز الجغرافي للصومال واليمن وسواهما.
ثمة ثمن لمغامرات ذلك الرجل. موضوع حلقتنا اليوم نناقشه مع ضيفينا من لندن الأكاديمي والباحث السياسي عماد الدين الجبوري والكاتب والمحلل السياسي اليمني أحمد المؤيد. أحمد المؤيد، ما مدى جدية التهديد الحوثي بقصف أبو ظبي ودبي باعتقادك؟ بداية التسمية غلط، لا يوجد ناطق رسمي باسم الحوثيين، اسمه محمد عبد السلام. أما العميد شرف لقمان هو الناطق الرسمي لوزارة الدفاع اليمنية التي تتبع الحكومة الرسمية في صنعاء، وبالتالي لا أرغب في أن تحوروا التسميات وتسموه الناطق باسم الحوثيين، هذا غلط. متحدث عسكري. تصريحات العميد شرف لقمان وليس ناطق باسم الحوثيين. قلنا لا يوجد متحدث عسكري باسم الحوثيين، لا يوجد متحدث عسكري باسم الحوثيين مطلقا. وعندما تحدث باسم من؟ تحدث باسم وزارة الدفاع اليمنية التي تتبع الحكومة الشرعية في صنعاء التي نالت ثقة البرلمان. هذه الحكومة فيها حوثيون أم لا؟ فيها حوثيون ولا ما فيها حوثيون؟ نالت ثقة البرلمان. يعني بالآخر حوثيون. طيب ما مدى جدية التهديد؟ هو ليس متحدث رسمي، سموه بما سمى به نفسه، سموه بما سمى به نفسه، هذا اللي أطلبه. طيب ما مدى، لا تخترعوا له اسم من عندكم. ما مدى جديته ما مدى جديته بالتهديد باستهداف أبو ظبي ودبي؟ هو جاد كل الجد. نحن يجب أن نستعرض العمليات التي سبق وأن قصفت بها أبو ظبي ودبي، وكما صرح العميد شرف لقمان في السابق يوم 31 أغسطس 2017 أطلقت عملية تجريبية لصاروخ باليستي على قاعدة عسكرية في أبو ظبي، وفي يوم 3 ديسمبر أطلق صاروخ كروز موجه شديد الدقة شديد الانفجار على مفاعل براكة نووي، والذي كان يفترض أن ينفتح هذا العام، ثم أجل بعد الضربة إلى 2019 وحاولت الإمارات أن تتكتم. الذي أريد أن أصل إليه أن تلك العمليات كانت عمليات تجريبية. الآن بعد أن أكد العميد شرف لقمان بأن التجارب قد أصبحت ناجحة، وبالتالي الإمارات يجب أن تعاقب لأنها في يوم 3 ديسمبر تدخلت في الشأن اليمني تدخل فاضح. اليوم هي تتدخل في الساحل الغربي تدخل صحيح أنها خسرت كثيرا، وأن هناك مذبحة عظيمة حصلت للقوات التي حشدتها هناك سواء لمال العمالقة أو السودانيين أو قوات طارق عفاش، ونقول ذلك للأسف أن هناك مذبحة حصلت فعلا للجنوبيين، هناك أكثر من 500 قتيل في أسبوع واحد، هذا إجرام، ولكن هذا كله لإرضاء عيون محمد بن زايد وإرضاء الإمارات في مغامرتها للسيطرة على الحديدة. أعتقد أن الأمور وصلت إلى حد لا يمكن السكوت عنه، وبالتالي يجب على الإمارات الآن أن تتحسس رقبتها. سيبدأ القصف. سيد أحمد المؤيد، هذه الحكومة التي تعتبر وحدها نفسها شرعية في صنعاء، لأن المجتمع الدولي لا يعترف سوى بحكومة شرعية واحدة، يعني الشرعية تستمدها من المجتمع الدولي ومن إجماع يمني حولها وحكومة عبد ربه منصور هادي. على أي حال هنالك انقسام حول هذا الموضوع، نحن لا نتبنى لا هذا ولا ذاك، لا يوجد شيء اسمه مجتمع دولي بحسب مجتمع دولي. الشرعية لا تأتي من المجتمع الدولي. التسميات تأتي عالميا بحسب هذا كذب، وليس موضوعنا أصلا. شرعيات الحكومة تأتي من برلماناتها. هذا الموضوع ليس موضوعنا. أنا أريد أن أسألك عن نقطة محددة هنا في هذا التهديد. أنت تقول جرت مجزرة بين هلالين في اليمن، هل هذا التهديد هو أيضا بنية ارتكاب أيضا مجزرة بين هلالين ضد مدنيين في الإمارات؟ والسؤال المطروح هنا، إذن ما الفرق بين من يدعو لحماية اليمنيين في المدنيين في اليمن ويشكو من بين هلالين التحالف ضربات الإماراتية والسعودية، وأنت الآن تؤيد أن يجري قتل مدنيين في الإمارات؟ أنت مثلهم إذن. متى أيدت ذلك؟ متى أيدت ذلك؟ لماذا تقولين ما لم أقل؟ سيتم قصف أهداف عسكرية تجارية سياسية في الإمارات. من تحدث عن قتل مدنيين؟ هذا لا يجوز أساسا. تجارية يكون فيها جنود. السعودية أساسا لم يستهدف أي قتل مدني، لم يستهدف أي هدف مدني في السعودية عندما يكون منذ 3 سنوات، كلها أهداف عسكرية وسياسية. عفوا، قلت تجارية. نعم. والرجل لقمان دعا المستثمرين. ما الذي يعنيه بالمستثمرين؟ مستثمر هو مدني بالآخر. المستثمرين سيدتي الكريمة، المستثمرين معنى أن تستهدف مرافق تجارية
حيوية، مثلا أي مرافق تجارية مثلا لا يشترط أن يكون فيها مدنيين، مصانع، موانئ، المصنع ليس فيه ربما مدني. أماكن حيوية تهم المستثمرين. طيب سأعود إليك في هذه النقطة لأنها غريبة وإذا كان فيه بصراحة. مدني، أنا أعطيني هدف ما فيه، أعطيني مصنع هدف ليس فيه في العالم عمال ما فيه ولا شخص مدنيون. مدني. سيد عماد الدين نقصد جبوري، باعتقادك ما مدى قدرة الحوثيين على تنفيذ هذا التهديد؟ محدودة جدا. كما هو معلوم هنالك تصدع داخلي. الجبهة الداخلية ليست كما يقال عبر المسؤولين، سواء رئيس المجلس السياسي الأعلى أو مع رئيس اللجنة الثورية العليا. هنالك كما نعلم تشققات، تصدعات، هنالك انكسارات وهزائم لا سيما على الساحل الغربي. هذه ردود أفعال. ما يجري من تصعيد أو ضجيج إعلامي هي للتورية. نحن نعلم قبل فترة قليلة تم إعدام 7 من المشرفين بدعوى الخيانة الوطنية. نعلم تماما أن هنالك تعميم من عبد الملك الحوثي على جميع المشرفين الذين واجبهم وفق الهيكلية الحوثية أن يوفروا ويحشدوا المقاتلين للجبهات، وهذا قد فشلوا فيه. الأمر الذي أصدره أو التعميم الذي أصدره عبد الملك الحوثي أنه هؤلاء يجب أن يزجوا إلى جبهات القتال وإلا أن يحاكموا بتهمة التقاعس. نعلم تمام العلم أنه الحي الجرف في صنعاء وهو معقل حوثي 100%. الآن رئيس الاستخبارات ومسؤول الاستخبارات الميدانية كشف عن خلية رصد أكثر من 300 اسم لقادة وإلى قادة الميليشيات ومشرفيها أنه في الأسماء وفي العناوين، وقال لهم أنهم أنتم معرضون ويزج فيهم للقتال. هنالك اضطراب داخلي داخل البنية الحوثية، انكسارات يعكسونها على أنهم أصبحوا أقوى من ذي قبل. لا، الواقع الميداني غير ما يقولونه إعلاميا. هم طالوا الرياض بالآخر، واضطرت السعودية لنقل القمة العربية من الرياض إلى الظهران. يعني هم أقوياء في الآخر. هم الصواريخ كما هو معلوم هم قالوها صواريخ صاروسية وكورية، وأبدو من الناحية الفيزيائية يستطيعون تحوير الشيء. المسألة هي في دقة التصويب. ممكن نعلم حتى دول متقدمة في التكنولوجيا العسكرية وأيضا صواريخها لا تصيب بتلك الدقة المتناهية. هم كما قلت ضجيج إعلامي، لأنه تلك الصواريخ هم يطلقون عدد كثير وبدون انقطاع، ولكن ما الذي جرت من تلك الصواريخ على أرض الواقع؟ أما في مناطق نائية، الذي أما جرى يقتل أن المدنيون، وأما لا زالت تحت سيطرتهم سيدي. هم خسروا ويخسرون، هم في انحسار. يعني لو نظرة إحصائية إلى 3 سنوات مضت نجد أن الحوثيون يتقلصون. المشروع الإيراني باسم الحوثيين يتقلص. هنالك انكسارات حتى في الداخل كما قلت. هنالك أين في جميع المناطق. يعني الآن التقدم إن تم الساحل الغربي آخر شريان بحري إلى الحوثيون الآن تتقدم من قبل القوات الحكومية المدعومة من قوات التحالف. أيضا هناك انحسار في داخل العاصمة صنعاء. الحديدة خسروها. يعني الواقع الميداني يميل إلى القوات الحكومية المدعومة بالتحالف العسكري العربي، وانحسار الحوثيين وبمعنى أدق إلى المشروع الإيراني الذي أرادوا إنجازه في اليمن. يعني الكفة تميل إلى صالح القوات الحكومية والتحالف العسكري العربي. كما قلت هذا على الجانب الحقائق في الميدان. أما في الضجيج الإعلامي هذا جانب وحديث آخر. سيد أحمد المؤيد، كيف ترد على أنه مجرد ضجيج إعلامي وبأن التحالف السعودي الإماراتي بدأ بين هلالين كما قال ضيفي يقلص من قوة الحوثيين؟ شيء طبيعي أن يقول الضيف هذا الكلام، وهذا الكلام هو ما تردده وسائل إعلام العدوان السعودي منذ 3 سنوات. ونذكر المشاهد الكريم أنهم قالوا أنهم سيحسموا الأمر خلال 2 أو 3 أسبوع، وإذا بنا ندخل الآن العام الرابع والصواريخ البالستية لم تصل الرياض فقط بل أخذت إلى واشنطن لتفحص هناك. وأعتقد أنها لو كانت شوية ضجيج ويعني صواريخ لا قيمة لها لما أخذت لتفحص هناك لكي تعمل عليها البحوث لماذا استطاعت أن تحيد الباتريوت يعني
الجيش اليمني أعلن قبل سنة تقريبا أنهم استطاعوا أن يحيدوا منظومة الباتريوت، ولم يلقي أحد بالا لهذا الخبر. ثم بعد أن قصفت في يوم 26 مارس قصفت الرياض بحوالي 7 صواريخ أو 9 صواريخ، ظهر الباتريوت كيف يتشتت وكيف لا يستطيع أن يصيب هدفا، ثم فهم ساعتها ما معنى تحييد الباتريوت. نعم. أرسلت لمعرفة إن كانت إيرانية الصنع. كانوا يريدون دليلا قاطعا على أن إيران هي المسؤولة عن إطلاق هذه الصواريخ. هذا ما قالوا عنه، ولكن في الحقيقة هم أرادوا أن يعرفوا ما هي تكنولوجيا التشويش التي أعلن عنها أنصار الله سابقا والجيش اليمني واللجان الشعبية، ثم ثبت على الأرض أن صواريخ الباتريوت لم تستطع إسقاطها، وبالتالي يجب أن تفحص ما هي تلك التكنولوجيا التي جعلت الباتريوت لا تعمل ولا تستطيع إسقاط هذه الصواريخ. هذا أولا. ثانيا، السعوديون قدموا أكثر من شكوى لمجلس الأمن أن الصواريخ البالستية تسقط على مدن كثيرة، سواء على الرياض أو على مدن الجنوب السعودي، وإذا كانت هذه ضجة إعلامية أو ليس لها قيمة لما قدمت شكوى في مجلس الأمن ولما أخذت أصلا الصواريخ لكي تفحص وينظر ما هي التكنولوجيا التي فيها. بالتالي ستستمر عملية البالستيات، ستستمر إطلاقها على السعودية. وأريد أن أخبر ضيفك الكريم أن صاروخ كروز الذي أطلق على معامل المفاعل النووي الإماراتي ليس موجودا في اليمن مطلقا، ولم نستورده ولم يأتي من الخارج، وإنما صنع في الداخل. هذه المعلومة، لأنه لا أتحدى واحد أن يأتي بمعلومة يقول كانت في ترسانة الجيش اليمني السابق صواريخ كروز. كيف عرفت أنت لماذا ذهب هذا الصاروخ إلى واشنطن؟ كنت هناك؟ المسألة لا تحتاج أن أكون هناك، المسألة تحتاج يعني الحد الأدنى من العقل فقط ومن الإدراك. عندما تأخذ الأمريكا صاروخ التقنية تبعه موجودة من عام 1950 ثم تروح تكشف عليه في واشنطن، معنى ذلك أن هناك شيئا جديدا. ما هو الشيء الجديد؟ هو ما أعلن عنه أنصار الله والجيش واللجان الشعبية، وهو ما رأينا فاعليته على الأرض، أن الصواريخ البالستية بدأت تتوجه يعني بعيدا عنه بشكل غريب، وبالتالي يجب أن يفحص. أي واحد عنده صواريخ باتريوت وتثبت له أنها لا تعمل بهذا الشكل يجب أن ينظر ما هذا السلاح، لماذا سلاح ضد صواريخ لم يثبت فاعليته على الأرض. تحليل. سأتوقف بعد الفاصل لكي نناقش تأثير تهديد الحوثيين على مسار مواجهات اليمن وخيارات أبو ظبي إزاءه. نرجو أن تبقوا معنا. جديد أهلا بكم مباشرة إلى عماد الدين الجبوري. سيد عماد الدين الجبوري، ما خيارات أبو ظبي إزاء هذا التهديد من قبل الحوثيين، لا سيما بعد أنهم كانوا هددوا السعودية ونفذوا تهديدهم؟ الآن دور أبو ظبي ودبي، ما الخيارات أمام الإمارات؟ هي لا توجد خيارات، لأن أصلا لا توجد خطورة، تلك الخطورة العميقة. كما قلت، إرسال صاروخ أو أكثر أو عدة صواريخ هل تغير من نتائج جبهات القتال؟ هذا هو السؤال. يعني نعم، الحوثيين أرسلوا كذا صاروخ إلى داخل المملكة العربية السعودية، هل غيرت، هل قلبت النتائج على أرض الواقع؟ لا أبدا. يعني هذا ما أقوله، الأهمية على أرض الميدان. لكن لاحظ سيد تصدع. سيد عماد الدين، الإمارات بالآخر بلد لم يشهد أي توترات أمنية، ليس معتادا على هذا النوع من التهديدات. الإمارات بلد سياحي، بلد لاحظ بأن في خطاب المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد لقمان توجه إلى المستثمرين، وهو وتر حساس جدا بالنسبة إلى الإمارات. كيف يمكن هنا على الأقل مواجهة، وما تأثير هذه الدعاية على الأقل لو بقيت ضمن دعاية؟ قبل ذي بدء، يعني القيادة الإماراتية عندما اشتركت كجزء من قوات التحالف العسكري العربي تعلم ردود الأفعال بلا أدنى شك، ولا من السذاجة أن نقول دولة تشترك ولها قوة عسكرية، تقريبا ثاني دولة خليجية بالقوة العسكرية، أن تتدخل دون ما ردود أفعال مستقبلية. يعني هذا أمر مفروغ منه، أمر منطقي ومقبول عقليا. بقي السؤال أنه كما قلت،
الجانب الإعلامي إرسال هكذا رسائل على المستثمرين وعلى بقية رجال الأعمال والتجار، هنالك قلق، هنالك بث رعب، هنالك هذا وارد، ولكن كما قلت إن تم إرسال صاروخ أو أكثر، هل سيغير من نتائج المعركة، من جبهات القتال؟ كما أشرت أنه مجرد ضجيج إعلامي وربما قد يفلت صاروخ أو أكثر. هل يعني أنه رجال الأعمال سوف ينفرون وتترك هكذا دبي وأبو ظبي وغيرها وتصبح خالية من جراء صاروخ أو صاروخين؟ ولا نغض النظر عن القوى العسكرية التي تمتع بها ماذا عن التأثير المعنوي؟ يعني ماذا عن التأثير المعنوي هنا؟ هم في حالة حرب، يعني دول التحالف العربي طيب سأعود عندما إليك. دخلت لمجابهة المشروع الإيراني في اليمن، يعرفون الحرب ونتائج الحرب وردود الأفعال. إذن هم في حالة حرب. سيد أحمد المؤيد، حالة الحرب هذه ليست جديدة، وكان شكت الأطراف اليمنية حتى تلك التي دعت تحالف الذي كان عربيا وأصبح إماراتيا سعوديا بالمرتبة الأولى في المقدمة، شك حتى من إطلاق القصف على أماكن مدنية. الطرفان شك من ذلك، لكن لم نسمع قبل بتهديد، ما خلا ربما مرة في آب أغسطس من العام الماضي. لماذا الآن يهددون بهذه الصواريخ لأبو ظبي ودبي؟ لماذا هذا التوقيت؟ لماذا لم يفعلوها قبل؟ شوفي، بداية إذا كان هناك تهديد للمدنيين، الله سبحانه وتعالى يقول: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. هم قصفوا مدنيين وقصفوا أهداف مدنية وقصفوا كل شيء، وبالتالي لو حصل ردة فعل، يعني لو حصل قصف مدنيين فهو ردة فعل، رغم أن هذا ليس من منهجية الجيش اليمني واللجان الشعبية مطلقا. هذا من حيث المبدأ. لكن من حيث هل هو سيؤثر، يعني هل هو سيعيق؟ ضيفكم الكريم يقول: ما يعني صاروخ أو صاروخين هو لا يعمل شيء. يا سيدي، هم يقصفوا اليمن ب 200 غارة جوية منذ 1250 يوم، ماذا استطاعوا أن يفعلوا؟ لم يكن الجيش اليمني واللجان يستطيعون صنع طلقة، اليوم يصنعون صاروخ باليستي في داخل اليمن. عندما قلت أن هناك تراجعات وما تراجعات، لا يوجد أي تراجعات، بالعكس الجيش اليمني الآن في العمق السعودي يخوض معارك في العمق السعودي في الداخل. أما الساحل فقد أصبح مصيدة لهم هناك، وأصبحوا يقتنصون القوات الإماراتية، واصبح يشكل لهم استنزاف بشكل يعني كبير جدا. حضرتك ذكرتي انه لماذا الان بالذات؟ الان يا سيدتي الكريم الامارات اوغلت بشكل واضح وبدات، يعني شوفي، على المستوى السياسي والمستوى العسكري. على المستوى السياسي هي تدعم قوات غير متجانسه، بمعنى طارق عفاش، اسمحي لي طارق عفاش كان محسوبا في السابق قبل أن يقتل عمه، كان محسوب مع حكومة صنعاء. الآن هو لا يعترف بحكومة صنعاء ولا يعترف بحكومة هادي أساسا، وبالتالي هناك تشكيل جديد سياسي تريد الإمارات، يعني ذراع إماراتي سياسي جديد تريد أن تفرضه في اليمن وتفرضه في أي تسوية سياسية قادمة. هذا من الجانب الأول. الجانب الآخر أوغلت في الجانب العسكري، لم تكن متواجدة يعني بهذا الشكل، لم تكن تشكل تهديدا على الحديدة، الآن باتت تشكل تهديدا ودارت معارك هناك. يعني باختصار المنطقة كانت آمنة مطمئنة، جت الإمارات الآن أشعلتها حربا، وبالتالي بات واضحا أن الجيش اليمني واللجان الشعبية سيصعد تجاه الإمارات، إما يعني بقصفها بشكل مباشر أو بتصعيد عمليات العسكرية عليها في الساحل، وهذا ما يحصل الآن. بالأمس أسقطت يعني مروحيتين أباتشي. الآن إذا هددوا بأنهم سيقصفون الإمارات فسيكون هذا ردة فعل طبيعية على العدوان الذي تقوم به الإمارات منذ 3 سنوات، والآن شددت عليه في مناطق كانت آمنة. الآن أربكت الملف السياسي. الآن المبعوث الدولي اليوم اجى إلى صنعاء، سيكون هناك واقع جديد غير الذي تركه قبل شهرين عندما كان موجود. الآن هناك مجلس سياسي انتقالي لم يكن أساسا موجود، وبالتالي الإمارات تعبث عبث شديد في اليمن. ولكن لو لم تسيطروا على صنعاء، طبيعية. لو لم تقصوا الآخرين وتسيطروا على صنعاء لما وصلت الإمارات وفعلت ما تفعله، وبالآخر ضحيتها الطرفان من اليمنيين، سواء من جانبكم أو وجهة النظر الأخرى. الكل متضرر. لماذا لا تتوحد اليمن حتى حتى تنزع عنها هذا الضرر الإماراتي كما تقول؟ وقع بإشراف الأمم المتحدة، لا تقولي شيئا لم يحصل. الأمم المتحدة وقعت معنا اتفاق السلم والشراكة، شراكة الجميع، لم تحصل الشراكة. وكان جمال بن عمر مشرف على ذلك. سيد عماد الدين الجبوري، بالنظر إلى كل هذه التطورات وباختصار، إلى أين يمكن أن تذهب الحرب في اليمن مع هذا التطور الجديد؟
في نهايتها دحض الحوثيين وانهيار المشروع الإيراني، لأن قوة عربية كبيرة تمتع بقوة عسكرية واقتصادية ومالية، عدة وعتاد. نعم استمرت هذه التوقعات العسكرية دائما أنه من الصعوبة أن تحسم، ولكن الخط الإحصائي يشير إلى أنه القوات الحكومية المدعومة بالتحالف العسكري العربي هي التي تتقدم على أرض الواقع، وهي التي ولكن قال لك وصلوا إلى العمق السعودي والآن إلى العمق الإماراتي، فالمشهد أكثر تعقيدا مما تصفه. الألفاظ يا سيدي الكريم، الألفاظ من يمكن أن تنمق وأقول طيب كذا وكذا، نتكلم عن أرض الواقع. المنطق يقول الحوثيون. أشكرك سيد، انتهى الوقت للأسف. أشكرك عماد الدين الجبوري الأكاديمي من لندن، والكاتب أحمد المؤيد أيضا من لندن. أشكركما وأشكركم، إلى اللقاء.